تاني للجنيات اللي بيكونوا مفتقدين تنة جدا، ونسمة بتقول لهم ان الناس اصطادوا تنة بسببها لانها قفلت الباب علشان تخوفها، بس الباب علق وما قدرتش تفتحه تاني. فبيواسيها باقي الجنيات وبيقولوا لها ان المهم يقدروا ينقذوا تنة. وبنرجع تاني لزيزي اللي بتكون حزينة لان باباها مش مصدقها، وبتقول لتنة انها كانت بتتمنى تكون جنية زيها علشان يكون عندها اصحاب. فبتيجي فكرة لتنة وبتاخد زيزي وبتخليها ترفع ايديها وبتغرقها تراب اساطير، وبتبدأ زيزي تطير وتنة ورنة بتعلمها الطيران. فبيسمع باباها صوت خبطهم وزيزي بتكون سعيدة جدا. اما الجنيات فبيقدروا يوصلوا للبيت وبيفتحوا الباب وبيدخلوا للبيت، لكن للأسف في الوقت ده بيتفاجئوا بالقط اللي بيهجم عليهم، فبيهربوا منه بسرعة وبيرشوا تراب اساطير على الاطباق والكوبايات وبيفضلوا يجروا عليهم. وفوز بتلاقي نبات معين وبتطلب من نسمة تروح تنقذ تنة وهم هيتصرفوا مع القطة. وفي الوقت ده والد زيزي بيطلع لها الأوضة وبيسألها عن صوت الخبط ده، وبيتفاجئ ان كل حاجة بايظة. اما تنة فبتروح تستخبى في بيت الجنيات، وبيلاحظ والد زيزي اثار جزمة على السقف، فبيسألها على اللي بيحصل، لكن زيزي بتقوله ان هو مش هيصدقها، لكنه بيقول لها انه هيحاول. فبتقوله زيزي انها كانت طايرة، لكنه طبعا ما بيصدقش. فبتديله سجل الاستكشافات اللي هي عملته عن الجنيات، لكنه برضه ما بيصدقهاش وبيقول لها ان دي خرافات. وبيروح يلم كل رسوماتها وكل حاجة تخص الجنيات. فبتتضايق منه تنة وبتطلع تزعق معاه، وهو بيكون خايف من اللي بيحصل. فبتهديه زيزي وبتقوله ان دي جنية حقيقية. وفي الوقت ده نسمة بتوصل وبتلاحظ ان والد زيزي بيفضي برطمان علشان يحبس تنة فيه، فبتزق تنة بسرعة وبتتحبس هي مكانها، وبياخدها والد زيزي علشان يوديها للمتحف بسرعة. فبتحاول زيزي توقفه لكنه بيسيبها وبيمشي. وهنا بنرجع لتنة اللي بتشوف باقي الجنيات اللي بيلعبوا مع القطة، فبتحكي لهم عن اللي حصل لنسمة، لكنهم ما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه لانهم مش هيقدروا يطيروا وراها بسبب المطر. فبتيجي لتنة فكرة، فبتاخد زيزي وبتلبسها جاكيت وبيرشوا عليها تراب الاساطير، فبتطير وبيستخبوا في جيبها وبتفضل تطير فوق السحاب وهي سعيدة. وباباها بيكون قرب يوصل للمتحف، فتنة بتسيب زيزي وبتروح للعربية وبتحاول تعطلها، وفعلا بتنجح في كده. لكن والد زيزي بياخد نسمة وبيجري لحد المجلس، وبيتفاجئ ببنته اللي بتكون طايرة، وبيخرجوا كل الجنيات من جيبها وبيطيروا حواليها. وفي الوقت ده زيزي بتطلب من باباها ان هو يرجع نسمة لاصحابها، وفعلا بيخرج نسمة من البرطمان وبترجع لاصحابها، وبيكونوا كلهم فرحانين جدا